محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصل القصة أنا أجريت عملية قلب مفتوح. نعم. وبعد أن ثاني يوم أفقت من العملية وكانت الخياطة قد تمت وكل شيء، جاء الأطباء لجرة العادة المتفقدون المرضى في العناية المركزة. وكان هذا اللي توي قد استيقظت من البنج، يعني بعد 24 ساعة من العملية. الممرض المسؤول عني لاحظ قضية شيء في الدم، فأخبر به الطبيب الذي ينيب، فالطبيب استدعى طبيبا آخر، والطبيب الآخر استدعى طبيبا ثالثا، حتى اجتمع قرابة 14 شخصا من الأطباء والمسؤولين عن قضية المرضى، بما فيهم حتى إنهم وحيوا يعني أسقط في أيديهم ماذا يفعلوا، كل ذلك وأنا لا أدري. يعني أنا أرى الوجوه تغيرت والوجوه خائفة والأجهزة خلف رأسي، يعني خلف السرير، وهي تعطي إشارات غير طيبة، لكني أنا لا أراها، لكني أراها في وجوههم. فاستدعوا الدكتور آدم، وهو دكتور سوداني موفق، أن يأتي ليرى. فلما رأى، هو طبيا قرأها بطريقته، فظهر أنه في دم متجمع على القلب بعد العملية. فقال لي بالحرف الواحد: والله يا شيخ صالح، نحن نستأذنك في أننا نعيدك إلى غرفة العمليات لفتح القلب مرة أخرى، في دم يراد لابد أن يخرج متجمع. طبعا هذا الأمر يعني نزل علي كالصاعقة، لكن وقتها هداني الله. أنا أقول طبعا أنا قلت يعني أتكلم بوضوح في المرة الأولى كان لدي أمل أن العملية تنجو، لكن الآن بدأت يعني يدخلني خوف، فقلت خليني أقطعها بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأشرت برأسي أني موافق يعني. فهو أوكل إليهم فك الأجهزة الموجودة، فأخذ أنا مركزة تمهيدا لنزولي، ولبس الكمام ونزل يسبقني غرفة العمليات. في هذه اللحظة كانت هناك ممرضة لبنانية واقفة على الشمال من عندي، هداها الله. قالت لي: ما تعرف شيخ من الشيخ، لا تعرفها. قالت: يا أخ، أو قالت ندتني: يا صالح، ما أدري. قالت: اسمع، صلي على النبي وهي تفرج. الله. فقلت أنا جبلة كأي إنسان انطقها الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، هكذا بالضبط. والله أنا قلتها كل الدم نزل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، هكذا بالضبط. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.